السلام عليكم. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين. رمضان بيجري يا جماعه، مش عارفه ايه، بس الايام الحلوه بتجري. النهارده عملت اكله كان نفسي فيها بجد. الولاد تعبوني من الاكل بتاعهم ده والنواشف والكلام ده، فعملت له الاكله اللي كان نفسي فيها وبرضه مش عجبتهم، بس انا عملت اللي كان نفسي فيها بجد يعني. كان نفسي في فراخ محمره كده ومحشي وملوخيه، وعملناه كده والله العظيم يا جماعة طعمهم تحفة. النهاردة يعني أول يوم رمضان لما عملت البط والمحشي و- واللي هو النهاردة أنا أكلت بجد. لكن باقي الأيام اللي هي النواشف بتاعتهم دي تعبوني بجد بجد بجد. هم عايزين الأكلة دي وبيحبوها وبيشبعوا منها، بس أنا لا، أنا وجوزي الصراحة. فالنهاردة قررت أعمل ملوخية ومحشي وسلطة كده وفراخ محمرة، الأكل بتاع زمان بتاع ماما وستي والكلام ده يا جماعة. أكل كده يملى المعدة، حلو جدا. أنا بحب الأكلات دي، بحبها والله. المهم عملنا الأكل البسيط والله. بصوا النهاردة أكلت لما شبعت، محشي وفراخ محمرة وملوخية وسلطة. كانت طبلية حلوة بسم الله ما شاء الله. بس أولا هنا منظر المحشي كده يجنن يجنن. الخلطة بتاعت المحشي كلكم عارفينها، وأنا عاملاها كذا مرة المحشي على القناة. حطيت كده سمنة وشوربة وسبت المحشي يستوي. أول ما هيبقى يغلي كده زي ما انتوا شفتوا، بعد كده هديت النار عليه. بس طلعت معايا حبة محشي كوسة بحبها جدا، وعندي وهما بيحبوا المحشي برضه. بس حكاية الطبيخ والحاجات دي لا. بصوا الكوسية كده استوت معايا، والرز من جوه مفلفل مش معجن. دي التركات اللي انت هتمشي عليها يعني. الكوسة تبقى مستوية والرز يكون من جوه مفلفل مش معجن معاكي. بس اكلنا والحمد لله. كملوا الفيديو للاخر هتستمتعوا. فيديو هيرجعكم كده لايام الزمن الجميل، الاكلات الحلوه بتاعتنا المصريه او الصعيديه. هنا معايا فراخ عاديه سلجاها طبعا، وشلت الجلد من عليها لان الاولاد ما بيحبهاش. وهحمرها في سمنه اللي موجوده عندك. حطيتها كده في الطاسه في السمنه. هحمرها وهديها كده تحميره حلوه من كل النواحي يعني. لحد ما تتجرمش معايا، بيحبوها مجرمشة. وبعد كده هتطلع معايا بالمنظر ده. هرش عليها كزبرة ناشفة وملح وفلفل. بصوا طعمها خطير يا بنات والله. اهم حاجة حطوا اللايك وصلوا على النبي في الكومنتات. ولو اول مرة يشوفني يشترك في قناتي. اكلات بسيطة وسهلة وممتعة، وان شاء الله هكمل معاكم باذن الله. ادعونا كده دعوة حلوة في الكومنتات بصلاح الاحوال. النهاردة بدي شوربة. سلقت الفراخ طبعا. بحب احط لها طماطم وكده عشان يبقى لونها حلو. وحطيت معلقة تومة نية. واول ما تغلي هنزل بالملوخية الناشفة. الملوخية الناشفة دي اللي انا عاملاها عند برضو على القناة، اللي هي خضرة ومنشفاها بجد تحفة. لما عملتها كأنها خضرة بجد لانها لسه جديدة ولونها حلو وفيها مطة كده يعني فيها عرق كده. بصوا بعد غلي تغلى الشوربة هنزل كده بالملوخية عليها. من احلى الاكلات اللي بحبها بجد الملوخية يا بنات. حلوة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي في الكومنتات، حطوا اللايك يا بنات وشاهدوا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. ومحبتش اطول عليكم يعني، سهلت عليكم الموضوع. حطيت هنا معلقة سمنة حلوة برضو وتوم مفروم. في فيديو التوم برضو انا عملت يعني فيديو قصير برضو حاول انزله بتاع التوم. يعني جبت حوالي بتاع 3 كيلو توم اخضر، فحبيت اعملهم عشان انجز يعني. ففرمتهم يعني. هوريكم طريقة التفريز الحفظ عشان يبقى معاكم حلو يعني. على فكرة ده من التوم اللي انا عملته، اللي انا فرزته بجد تحفة وطعمه حلو. والحاجات اللي حطيتها له ما اثرتش على الطعم ولا غيرت اي حاجة. هنا بدأت التومة تدخل كده يبقى لونها ذهبي. هنزل بمعلقة كزبرة ناشفة حلوة كده كبيرة عشان نطش بيها الملوخية. بجد طعم الملوخية روعة فظيع. انا بحب الملوخية جدا 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 سواء خضرا او ناشفة. ف دي اكلة دي كانت وحشاني وانا صممت اعملها يعني. وكلوا الحمد لله وعدى اليوم
كل الحمد لله وفضل ونعمة من عند ربنا، كل أكل ربنا حلو وجميل والحمد لله على احنا أحسن مننا بكتير الحمد لله. وربنا يصلح الأحوال يا رب العالمين، ويملى بيتكم بالخير والستر والصحة. هننزل كده هنا بالطشة، ولازم تشهاجي كده احنا وبنطش، بس طبعا الصوت ما بنطلعوش. نزلت كده بطشة الملوخية بجد تحفة طعمها بجد. هنا كان المغرب بيأذن، عملت صينية كيكة وعملنا عصير فراولة، كانوا لسه قداروا برضه من الشبشب. وهنا بلح زغلول الأسود وبلح شام، واللي بيحب حاجة بيحطها على الفطار. وهنا كان الأكل كله خلص واستوى. بدأت أغرف الكوسة بجد طلع طعمها تحفة. وعايزة أقول لكم إن أنا عملتها، يعني كانت الساعة 5 المغرب، خلاص فاضل ساعة المغرب. كنت قاعدة بجور فيها وكده، بس اللي بيخليني بنجز الحاجات اللي أنا مفرزاها، زي البصل، فيديو البصل اللي نزلت لكم مفرزاه ومجهزاه يعني وبينجزني. والطماطم كنت فرماها ومجهزاها، فعلى طول حطيت معلقتين تجلية عليهم او طشيت على كده الطماطم اتسبكت، ونزلت بالرز والخضرة مفرزاها يعني في ثواني. على بال ما كنت جورت الكوسة كنت خلصت تقطيعة المحشي، والحمد لله انجزت وسويت الاكل على المغرب بالظبط. هنا كنت بصوا بغرب الملوخية وفيها مطة حلوة ازاي، بجد طعمها تحفة وحلوة جدا، من الاكلات اللي كده دخلت قلبي 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 يا ناس. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون فيديو خفيف عليكم. حبيت اوريكم كده فطارنا النهاردة، لان انا قررت اشارككم اي حاجة بعملها هنزلها لكم عشان تستفادوا وانا استفاد. شكرا لكم، شكرا على المتابعة، شكرا اي حد بيقول لي كومنت حلو، شكرا لكم.